السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم متابعينا. دلوقتي هنقدم لكم أحداث جديدة وأحداث مهمة جدا من مسلسل التفاح الحرام الجزء الثالث، وهنعرف النهاردة مع بعض يا ترى شاهقة كانت ايه خطتها الجديدة واللي فعلا نفذتها. تابعونا وكملوا معانا الفيديو للآخر، وما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة. أحداث الحلقة النهاردة بتبدأ على خالد وهو قاعد مع أصحابه اللي كانوا عازمينه على العشاء، وبيكونوا طبعا أصحابه كلهم دول رجال أعمال. واحد من اللي قاعدين بيقول إن أنا عايز أجيب لابني حصان بس بمجرد إن هو يغير جو عليه ويتمشى بيه. خالد وقتها بيكون عشمان في أصحابه جدا إن هم يساعدوه ويدوله أي فلوس. وقتها طبعا بيطلب منهم كده، وفعلا بيقولوا له إن إحنا بكرة هنعمل اجتماع وأكيد هنساعدك. نادر بعد كده بيروح ليلدز في بيتها وبيتكلم معاها عن موضوع الصورة اللي شافها على موبايلها، وبيقول لها إن الصورة دي كانت عندك بتعمل إيه، وبتقول له بجد أنا ما كانش في دماغي أي حاجة، ولا كنت ناوية إن أنا أخدعك ولا أبتزك بيها زي ما أنت فاهم، لكن أنا كل اللي كنت عايزاه إن أنت لو أذيت خالد كنت ههددك بيها، وفعلا ده كل اللي كان في دماغي. وطبعا يلدز واندر كانوا مخططين انهم هيكذبوا عليه علشان يبعدوه عنهم خالص. وقتها نادر بيبص ليلدز وبيقول لها يا ريت ما تكونيش بتستخف بيا، لان انا فعلا مش طيب زي ما انت فاكره. لكن يلدز وقتها بتحس بالخوف فعلا، وبتقول له ارجوك اوعى تعمل فيا اي حاجه، لان انا فعلا عندي ولد صغير وانا الوحيده اللي ليه وكمان بربيه. وبتبدا فعلا تخاف من نادر وكانه فعلا هيعمل فيها مصيبه. لكن نادر وقتها بيبص ليلدز وبيقول لها ارجوكي اطمني، لان لو واحده تانية اللي كانت عملت فيا كده انا كنت فعلا ممكن اذيها، لكن انت علشان بس خاطر يلدز انا عمري ما هعمل فيكي اي حاجه. وبيوضح لها كل اللي جواه وانه فعلا مش ناوي انه يأذيها ولا حتى ينتقم منها. بعد كده بتيجي شاهقة وبتكون عندها تصوير، وقتها بيكون موجود معاها هالوك، وهو طبعا ده الدراع اليمين لنادر. هو وشاهقة بيكونوا متفقين مع بعض على حاجة، وكمان شاهقة بتديله صورة ليها وبتقول له يا ريت تحطها في وسط الملفات. وقتها هالوك بيضحك لها ضحكة غريبة وكأنهم مخططين لمصيبة جديدة هما الاتنين، ويا ترى ايه اللي في دماغهم هما الاتنين وبيخططوا لايه. خالد بعد كده بيروح للبيت وبيكون قاعد مع اولاده وبيكون مبسوط جدا بعد الخبر اللي عرفه من اصحابه، وبيقول لهم ان انا النهارده اتفقت مع اصحابي ان انا هشتغل معاهم وهنرجع تاني زي ما كنا. في نفس الوقت اندر بتكون اتصلت بكريم وبتقول له يلا جهز شنطك وهدومك علشان تيجي تعيش معايا. للاسف فعلا كريم بياخد كل حاجاته علشان يروح لاندر وبيودع باباه واخواته، لكن كلهم بيكونوا زعلانين وبالاخص باباه خالد. يلدز بعد كده هي واندر بيكونوا قاعدين لوحدهم وبيتكلموا عن موضوع نادر، ويلدز بتحكي لاندر ان نادر راح عندها وانه خلاص سامحها ونسي كل المواضيع. اندر طبعا بتتبسط جدا وبتقول ليلدز اخيرا اتخلصنا منه وهنقدر نعيش حياتنا. وكمان بيتكلم عن شاهقة انها كمان هتسافر لسويسرا بعد ما كله وقف ضدها، وان كله رفض ان هو يشغلها، وبيكونوا هيعيشوا حياتهم اخيرا هما الاتنين. خالد بعد كده بيكون قاعد لوحده وبيحاول يتصل على حد من اصحابه وان هو وعده ان هو يشتغل معاه، لكن طبعا صاحبه ده ما بيردش عليه ابدا وبيحاول يتصل على التاني، وهو كمان بيبص بيلاقي خالد اللي بيتصل عليه ما بيردش عليه ابدا. خالد بعدها بيحس باليأس وبيكون فقد الامل ان هو يشتغل ويرجع لحياته من جديد. في نفس الوقت خالد بيلاقي بابه بيخبط وبيتفاجئ بيلاقي كايا، وبيكون طبعا كايا رايح علشان يطمن على خالد وعن حاله. وقتها خالد بيقول له ان كريم ابني راح لبيتكم النهارده، لكن كايا بيطمنه وبيقول له مريت ما تقلقش عليه لان كريم زي جيت ابني بالظبط. خالد وقتها بيشكي لكايا همه وبيقول له ان اعز اصدقائي اتخلوا عني وانهم وعدوني انهم يشغلوني، لكن للاسف بعدها رفضوا انهم حتى يردوا على تليفوني. وبيكون طبعا حاسس بالكسره وحاسس ان هو فعلا ضعيف وان كله اتخلى عنه. بعد كده بتيجي شاهقة وهي بتكلم نادر في التليفون وبتقول له ان انا خلاص مسافره، وطبعا بتعمل انها بريئه وان الكل يتخلى عنها وانها هتسافر بعد ما كله اتخلص منها. وكمان بتقول له ان كايا اخويا ما عندوش اي علم بكده، وبتطلب من نادر وبتقول له يا ريت نتقابل لاخر مره. نادر طبعا بيوافق وبيقول لها يا ريت تيجي انت عندي في البيت، واكيد طبعا شاهقة هتنفذ خطتها اللي هي هتعملها في نادر. بعد كده يجيد بيروح لبيت خالد وبيسأله عن ليلى وبيقول له انها ليه ما جاتش الجامعه. وقتها خالد بيزعل جدا وبيقول له هو انتوا بتتقابلوا ولا ايه، لكن يجيد بيقول له انا اقصد ان انا ما شفتهاش. لكن خالد طبعا بيكلم يجيد باسلوب وحش جدا وبيقول له انها دلوقتي في طريقها للجامعه وان انت اكيد جاي هنا علشان تشمت فينا. لكن يجيد بيقول له صدقني انا جايه بس علشان اطمن على ليلى وعن حالها، وان انا كمان اخو كريم ومستحيل اشمت فيكم في وضع زي ده، وان انا جايه اواسيكم مش جايه اشمت فيك ويا ريت تصدقني. خالد فعلا بيحس ان يجيد مش بيكذب عليه وانه مش شبتان فيهم ولا اي حاجه. يلدز بعد كده بتكون قاعده مع زهراء وليلى بيحكوا لها كل المآسي اللي هما بيمروا بيها. طبعا بيصعبوا على يلدز جدا وبتطلب منهم انهم يروحوا ويعيشوا معاها في بيتها،
لحد ما أمورهم تتظبط ويرجعوا يعيشوا حياتهم الطبيعية من جديد. وبتقول لهم كمان ما تشيلوش هم باباكوا وإن أنا هقنعه بنفسي، وإن أنا دلوقتي هبعت له خالة جان وهقول له أكيد هيوافق وأنا هعرف أقنعه بطريقتي. فعلا بعدها يلدز بتروح عند خالد وكمان بتوديله ابنه خالد جان، وبتقول له على الفكرة دي إنها عايزة تاخد البنات علشان يعيشوا معاها. فعلا خالد بيقتنع وبيقول لبناته إن انتم من الأصح إنكم تروحوا تعيشوا علشان حياتكم الطبيعية، وأنا كمان علشان نفسيتكم ما تكونش تعبانة أكتر من كده وانتوا هنا في البيت مع صدقي. وزهراء وليلى بيكونوا رافضين وبيقولوا له مستحيل يا بابا هنعيش في أي مكان من غيرك، لكن خالد طبعا بيقول لهم يا ريت ما تشيلوش همي وإن أنا هفضل هنا مع عمكم صدقي لحد ما حالتنا تتحسن. وبيكون اقتنع بكلام يلدز وفعلا هيروحوا البيت يلدز. بعد كده شاهقة بتروح لبيت نادر زي ما اتفقوا انهم هيتقابلوا هناك. وقتها شاهقة بتروح عند نادر وبيكون في ايديها هدية وبتديها لنادر. نادر اول ما بيشوف خلوق على طول بيديها له وبيدخل بيها على جوه. بعدها شاهقة بتكون مبسوطة جدا وبتفضل تقول لنادر ان انا اخيرا هسافر وهتتخلصوا مني، وان انا طبعا عرفت كل اغلاطي وان اخويا قايا اكيد هيرتاح مني وبالخصوصا كمان اندر، وكمان انا حاسة ان انت هترتاح مني جدا يا نادر. نادر وقتها بيفضل يضحك وبيقول لها انا ليه هرتاح منك. بعد كده هلوك بيقدم لهم المشروب، واول نادر ما بيشرب بيحس ان هو دايخ ونفسه بيضيق جدا. طبعا شاهقة في الوقت ده بتفضل تضحك ضحكتها المعتادة لما بتعمل اي مصيبة. نادر بيقع على الارض وبيغمى عليه وللاسف بيكون مات. شاهقة وقتها بتفضل تتكلم وهي واقفة وبتقول له انا حتى كنت بتصل عليك لكن انت فضلت عليا يلدز، وكنت دايما تقولي انها افضل منك، وان انا وانت للاسف ارتكبنا جرائم كتيرة لكن انت نهايتها. وبتكون شاهقة قتلت نادر ويا ترى ايه اللي هيحصل كمان وهتخطط لايه. بعد كده بيبدأ يوم جديد وكمان كله بيتفاجئ وبيكون نادر مات، وبيبدأوا في جنازته لكن الكل بيكون مستغرب وبيقول يا ترى مات ازاي. وبتكون شاهقة هي اللي سممته، وكمان كل الأوراق اللي اتكلمنا عنها بتكون هي دي الاتفاقية بين شاهقة وبين هلوك. وطبعا الاتفاقية دي بيكون جوازها منه وكمان مضته على كل حاجة من أملاكه. كل الموجودين بيكونوا بيحضروا الجنازة، ووقتها يلدز بتقول لخالد انت ليه بتحضر وان انت ما كنتش بتحبه ابدا، وبيقول لها انا جاي بس علشان اتأكد ان هو مات. وقتها كله بيكون مستني الجنازة وبيتفاجئوا بيلاقوا ست غريبة وجاية ولابسة فستان وعليها صورة نادر، وبيكون طبعا كله بيبص عليها ومستنيين يعرفوا هي مين. لكن هنا الصدمة والمفاجأة للكل، وبتكون الست دي هي شاهقة. وقتها بتروح على التابوت وبتفضل تبكي وتبوس فيه وكأنه فعلا كان جوزها، وبتقول له ان انت ودعتني ويا ترى هيكون ليا من غيرك. كله بيتفاجئ وبيتصدم لما بيعرفوا انها شاهقة، وبتكون قتلته ومضته على كل املاكه. وبيكون كده نهاية نادر بعد ما شاهقة اتجوزته في مماته، وكمان كتبت كل حاجة باسمها مع اتفاقها مع هلوك. لكن طبعا صدمة غير متوقعة والكل ما كانش مصدق انه يحصل منها كده، بعد ما اقنعت الكل انها مسافرة وانها خلاص كله هيتخلص منها. وكده تكون هي نهاية حلقة النهاردة. ياريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة، ولو عايزين تعرفوا احداث جديدة استنونا في الفيديو الجديد.